ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني قوي قوي. النهارده هنعمل مع بعض كباب حلة، وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص. تعال نشوف الطريقة وهنعمله ازاي. هنا حطيت مكعبين زبدة وحوالي 3 معالق زيت، وهنا حبة بصل حلوين كده مقطعين شرايح، وهنزل بمعلقة سكر صغيرة للسكر عشان اكرمل بيها البصل. هقلبهم كويس قوي علشان السكر ما يتحرقش معايا. مش هحمر البصل، هخليها تدبل حاجة بسيطة علشان لسه طبعا اللحمة. وهنا هنزل باللحمة. اللحمة قطعيها المكعبات اللي انت عايزاها، انا كنت مقطعاها وسط. وهشوح اللحمة كويس قوي مع البصل. انا ما حطيتش اللحمة الاول، ما حبيتش اديها صدمة علشان ما تغمقش معايا والصوص هيبقى غامق. هنا هنزل بالتوابل بتاعتي، معلقة بهارات لحمة او السبع بهارات، فلفل اسود، بابريكا، وكزبرة ناشفة. وهقلب التوابل كويس قوي مع اللحمة والبصل. انا طبعا ما حطيتش ملح، الملح هسيبه في الاخر خالص. هقلب التوابل كلها مع اللحمة والبصل كويس قوي، وبعد كده هسيبهم البصل ينزل المية بتاعته مع اللحمة، وهنزل بمية مغلية. لازم مية مغلية علشان اللحمة تستوي كويس، ومش هزود المية مرة واحدة، لا، كل ما تقل المية معاكي زودي بنص الكوباية. هنا زودتي تاني مية، كل ما المية تخلص في الصينية ازود بشوية لحد ما اللحمة تستوي خالص. هنا خلاص اللحمة استوت طبعا معايا، وحطيت الملح بتاعي. الملح بتاعك حطيه حسب رغبتك انتي. عايزه اقولك كانت سهله جدا وما خدتش وقت خالص، ريحتها كانت تحفه وطعمها روعه. جربيها هتعجبك قوي، وسهله وسريعه جدا، مش هتاخد منك وقت خالص. بس هي كده استوت، بس انا هقلب فيها علشان ما اسيبهاش تتحرق والصوص يتحرق معايا وطعمه يمرر. بص اللحمه
استوت قوي. بس كده خلاص هنزلها من على النار. هنا هعمل رز ابيض. نزلت بمكعب زبدة و3 معالق زيت. وهنا حطيت فصوص حبهان علشان يدي طعم حلو للرز. شوحت الحبهان مع الزبدة والزيت عشان يدي طعم حلو. وانا طبعا الرز كنت منقيه وغسلاه كويس قوي. انا مش هحمر الرز، لا، هعمله رز ابيض. بس هشوحه كويس قوي مع الزبدة والزيت لحد ما الرز يتشرب خالص فيهم. اقلبه كويس قوي لحد ما يتشرب مع الزيت والسمنة. كده خلاص مش هحمره اكتر من كده علشان عايزة ابيض. وهنزل بالمية، تكون مية مغلية مش مية باردة. تكون غالية المية وتحطيها على الرز علشان ما يعجنش معاكي. بس كده. وهتحطي الملح بتاعك زي ما انت عايزة. طعمه بالحبهان، الحبهان كان مديله طعم حلو قوي. بس كده خلاص، هو سيبه يستوي. هنا خلاص اهو استوى معايا. طلع مفلفل وحلو قوي مش معجن. جربيه وهيعجبك قوي. وخلاص كده الاكله جهزت معانا على التقديم. اعمليها سهلة، مش هتاخد منك وقت خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك بالقناة. مع الف سلامة.